لم يكن نبيا ولا ملكا، ولكن كانت الملائكة تستحي منه. فمن يكون هذا الرجل؟ وما السر الذي جعله بهذه المنزلة العجيبة في المدينة المنورة بين جدران تشهد على نور الإيمان؟ كان يجلس عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، هادي، لا يرفع صوته، لا يجادل، لا يؤذي أحد، ولكنه يملك قلبا أنقى من الماء وأشد نقاء من الفجر. كان الحياء يملأ عروقه كما يملأ الدم الجسد، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا استحيا من رجل تستحي منه الملائكة. تخيل، الملائكة التي لا تعصي الله ما أمرهم تستحي من إنسان. يا ترى ما الذي رآه الله في قلب عثمان حتى رفع قدره لهذا الحد؟ كان عثمان من أوائل من أسلموا، ترك الدنيا خلفه دون تردد. وحين اشتد الحصار على المسلمين في المدينة فتح بيته، وبماله اشترى بئرا وجعل ماؤه صدقة لكل مسلم. وفي غزوة تابوك حين لم يكن في بيت المال ما يكفي، جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه ب1000 دينار فوضعه في حجر النبي، فابتسم النبي وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لكنه رغم كل هذا النور لم يسلم من ظلمة الفتنة. أحيطت بداره، منع عنه الماء، وكأن الزمان أراد أن يختبر صبره الأخير، ومع ذلك رفض أن تسفك دماء المسلمين دفاعا عنه. وقال كلمته التي تبكي القلوب: لا أريد أن ألاقي الله وفي عنقي دماء امرئ مسلم. وفي يوم من الأيام وهو يقرأ القرآن سال دماؤه الطاهرة على مصحفه. تبكي كأن الحروف تبكي صاحبها، وكأن الملائكة نزلت لتشيع رجلا استحيت منه يوما. هكذا عاش عثمان بن عفان، رجلا عاش للحياء ومات في حضن القرآن. فهل بقي فينا من يستحي من الله كما استحى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه؟